عايز اخد لي حاجة كده، يعني اغير المود اللي انا فيه. اضرب لي ام بي اي كده. عايز اخد لي واحد ام بي اي اخرج من الحوار اللي فيه. تعال في حضن اخوك. صباح الفل عليكم وويلكم لماركتنج بالشعبي. عايزين نتكلم النهارده في فيري كومن توبيك. الفيديو ده هيبقى شوية طويل 15 minutes، فبس انا هحط في اللينك ديسكريبشن على اليوتيوب اللينكس بتاعتها عشان لو عايز تسكيب وان بارت وتروح لبارت تاني. في اسئله كتيره جدا كان بتجيلي على الام بي اي في الفتره اللي فاتت، فعايز اشير معاكم ماي بيرسونال اكسبيرينس. اول جزء هيبقى بيزد على فاكتس، واخر 3 اجزاء هيبقى بيزد على بيرسونال اوبينيون، فسامحوني لو فيها اراء مختلفه شويه. وممكن تناسب بعض الناس وما تناسبهمش، فهي فيها جزء بيرسونال اكسبيرينس وجزء فاكتس. طيب خلينا جو اهاد على طول للتوبكس. هنتكلم النهارده في 4 حاجات. اول حاجه هي ازاي اختار الام بي اي بروجرام، وده اصعب سؤال دايما بجيت عليه questions. تاني بارت هو في حلول تانية بالنسبه للناس عايز تشتغل في الماركتنج في الفارما. تالت حاجه خبرتي ماي بيرسونال اكسبيرينس في الام بي اي بروجرام نفسها. واربع حاجه هتكلم فيها النهارده نصيحتي ليكم ايه النهارده لو عايز تسلكت الام بي اي بروجرام. طيب ناخدها واحده واحده كده. اهوت ايه سelection كرايتيريا عشان اتشوز ان ام بي اي بروجرام؟ حاجتين. في حاجه اسمها الرانكينج والاكريديتيشنز. فنيجي نتكلم اول حاجه على الرانكينج. الرانكينج اغلبها بتبقى نون جوفرمنتال بوديز، مش جامعات هي اللي بتعمل الرانكينج، بس بتبقى زي ان جي اوز هي اللي بتحط الرانكينج دوت. فيري بوبيلر طبعا وويل نون. والالجوريثم بتاعها بيبقى مختلف شويه. يعني بعض الحاجات المشهوره جدا في الرانكينج زي فاينانشال تايمز بتحطها على السالري بتاع الام بي اي كوليجز بعد ما بيكمبليت البروجرام ده 2 years، بيروحوا لشركات ايه والسالري بتاعهم بيجامب ازاي. وفي ناس بتحط على الليرنينج الاكسبيرينس والدايفرستي والانكلوجن. يعني في كرايتيرياز كتير قوي، فما تاخدش كده ليها وخلاص. حاول تبص على الالجوريثم بتاع السلكشن. بس انا هشير معاكم النهارده اكتر 5 رانكينج انستيتيوتس عشان لما تيجي تبص على الرانكينج بتاع الجامعه اللي انت جاي تابلاي عليها. فاينانشال تايمز طبعا دي اكتر حاجه فيري ويل نون اند بوبيلر، وبيرسونال اكسبيرينس انا شايفها اكتر حاجه كريديبل. تاني حاجة governments كتيرة بتعتبرها برضو ومعروفة، ال QS World University Ranking. اسمه QS World University Ranking. ما تقلقوش الحاجات دي انا هحطها في اللينكس وفي الديسكربشنز عشان لو في حد عايز يريفايس بعد كده. تالت حاجة فوربس. رابع الرانكينج بودي هو ذا ايكونومست. والفيفث هو بلومبرج بزنس ويك. ففي عندنا فاينانشال تايمز، كيو اس وورلد يونيفرسيتي رانكينج، فوربس، ذا ايكونومست، وبلومبرج بزنس ويكس. الحاجات دي دايما كل سنه بتنزل الرانكينج بتاعتها، والجامعات والرانكينج بتاع البيزنس سكولز السنه اللي فاتت والسنه دي. في حاجه مهمه جدا في الرانكينج بس، ان في رانكينج للام بي اي بروجرام نفسه وفي رانكينج للبيزنس سكول. هتقول لي هتختار ايه؟ هقول لك it depends. ليه؟ لان احيانا مثلا البيزنس سكول فيري بوبيلر في الريسيرش وفي الديفلوبمنت وفي الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا بتاعتها والاسسمنتس بتاعت الناس. لكن الام بي اي بروجرام نفسه بيحصل له ديفلوبمنت كتيره قوي اكروس التايم لاينز. فالاثنين اي واحده منهم تمشي ما فيش مشكله. ودي ماي بيرسونال اوبينيون في البارت ده بتاع الرانكينج. كده احنا خلصنا بارت 1 الرانكينج. بارت 2 الاكريديتيشنز. طيب الاكريديتيشنز اكسبت هارفارد، وعشان دي حته على جنب كده، هم في اكتر حاجه فيري ويل نون هي تريبل اكريديتيشنز. التريبل اكريديتيشن دي البادجز بتاعتها هي معقده شويه، انا هحاول اعملها بالشعبي بس يعني ما توجعش دماغك. انا هحطها في الديسكربشن عشان تعرف تشوف التريبل اكريديتيشن ايه. واحده منهم AMBA اللي هو Association of MBA، وتاني بادي ال AACSB Association of Advanced Collegiate School of Business International. وتالت بادي هو الايكوس European Foundation for Management Development Quality Improvement System. هو كبيره شويه بس هم عموما دول الثلاث حاجات التريبل اكريديتيشنز. هحطها في اللينك. انت هتعمل ايه لو جالك بروجرام زي كده؟ فورجات البيزنس سكول قايله ايه على نفسها، ارجع للثلاثه باديز دي، اتاكد ان الليست اليونيفرسيتي بتاعتك او البيزنس سكول موجوده فيهم، وابعت لهم ايميل تو اسك. ده ليه؟ لان في ناس بتنصب طبعا، وفي ناس بتقول ان هي اكريديتد مثلا من الاي اي سي اس بي او الاي ام بي اي اللي هو اشهر اتنين في الثلاثه رانكس اللي قلت لكم عليها في الثلاثه اكريديتيشنز باديز. وهم بيبقوا بس ممبرز مش واخدين الاكريديتيشنز. فيو نيد تو اسك وتريتش اوت للثري باديز دول وتاسك هل هم اكريديتد منهم ولا لا.
ودي مهمه جدا جدا تو جو اهيد. يبقى احنا كده وي فينيشد بارت 1. بنتكلم في السلكشن كرايتيريا بتاعت الام بي اي بروجرامز، بنتكلم في الرانكينج والاكريديتيشنز. الرانكينج اتكلمنا على فاينانشال تايمز، كيو اس وورلد يونيفرسيتي رانكينج، فوبس، ذا ايكونومست، وبلومبرج بزنس ويك. هم دول 5 حاجات. والاكريديتيشنز اتكلمنا على التريبل اكريديتيشنز، الاي ام بي اي والاي اي سي اس بي والاكوس، اليوروبيان فاونديشنز اوف مانجمنت ديفلوبمنت كواليتي امبروفمنت سيستم. معلش هي معقده شويه، وانا هحط الكلام دوت برضو في الفيديو عشان تقدر ترجع لهم لو عايز تتاكد. كده احنا فينيشد بارت 1، بقالنا اولموست 5 minutes في الفيديو دوت. طيب هنموف لبارت 2. بالنسبه للناس اللي شغاله في الفارما اندستري وعايزه تشوف اوبشن تاني غير الام بي اي، هل في اوبشن تاني بالنسبه للماركتيرز؟ طبعا بس قبل ما نجو اهيد، هو الام بي اي مش ماركتنج بس، الام بي اي فيها حاجات تانية بياند الماركتنج، من غير ما اقول ان ده احسن ولا اقل، بس انا مهم ان اوضحها لكم. زي ايه؟ زي البيبل مانجمنت، زي الليدرشيب، زي الايموشن انتليجنس، زي السبلاي تشين، زي اهم حاجه الفاينانس موجوده فيها. لو انت بتشوف الدبت والكريدت والحاجات دي بالنسبه لك انترستنج، مش فاهم ايه ده بتتعمل ازاي، او الاكوزيشنز بتاعت الكومبانيز، او الستوك ماركت اناليسيس، شويه على بيزك ستابس. الحاجات دي بتبقى موجوده في الام بي اي بروجرامز، وعشان بيحاول يديك كومبريهنسيف بزنس اوفر فيو، عشان انت لو في يوم من الايام عايز تفتح البيزنس بتاعك يبقى عندك هليكوبتر فيو الحاجات دي. بس هل في اوبشنز ثانيه بالنسبه للماركتيرز؟ اكيد في اوبشنز كتيره. هنا انا هتكلم عن بيرسونال اكسبيرينس. انا بريكومند جدا التشارتد انستيتيوت اوف ماركتنج او سي اي ام، لان دي انا اخدت سي اي ام واخدت ام بي اي وحاجات ثانيه بعدها. بس عايز اقول لكم من اكتر حاجه كفاونديشن ساعدتني جدا هو كان سي اي ام، التشارتد انستيتيوت اوف ماركتنج او سي اي ام، وده موجود في يو كي وليها ديفرنت طبعا كريكولمز موجوده عليها وبروجرامز موجوده. دي مش جامعه، ده انستيتيوت فيري ويل نون في يو كي، وليه برضو ايكواليزيشنز للبريتش سيستم لو حد عايز يكمل بعد كده بعد البروجرامز دي. في ديفرنت بروجرامز فيها دبلومه وبروفيشنال دبلومه وبوست جراديويت دبلومه، يعني فيها ديفرنت ليفلز. اوكي ده كده حلول. في حاجات تانية، اكيد في حاجات تانية طبعا، بس انا ما عنديش بيرسونال اكسبيرينس بيها، فانا حبيت اشير معاكم الحاجه اللي ساعدتني انا بشكل شخصي. تالت بارت نتكلم عنه النهارده هو خبرتي الشخصيه في الام بي اي بروجرامز. الام بي اي بروجرامز انا نصيحتي بس يعني قبل ما تسلكت الرانكينج والاكريديتيشنز، هي في كذا حاجه عشان تشوز منها، بس مهم انك تبص على الليرنينج سيستم وكم حد اوريدي انكلودد فيها في الام بي اي بروجرام، والاسسمنتس شكلها بتتعمل ازاي، والليرنينج اكسبيرينس. لان انت مش هتاخد الام بي اي بروجرام immediately تشتغل بعدها، الكلام ده مش هيحصل. وهنتكلم في ده في بارت 4. بس المهم دي حاجه تكونسيدر كويس قوي، الليرنينج سيستم شكله ازاي، ودي اسئله انت من حقك تسالها لما تطلب ديمو من اي بزنس سكول، انك تاسك الكويشنز دي. هو الليرنينج سيستم شكله ازاي؟ هو الاسسمنت كرايتيريا ازاي؟ هل هي انتراكتيف ولا هي بس مجرد بوست وبيرجعوا عليا بوست؟ وهل في ليرنينج جروبس وفي سبمشن لجروب اساينمنتس ولا لا؟ الحاجات دي بتفرق جدا جدا في السلكشن بتاع البروجرام، عشان احنا في الاخر بنتعلم الحاجه دي غير الشهاده. عايز تاخد حاجه هتفرق معاك في الكارير كستبس وكديفلوبمنتس وبيج اندرستاندينج، وفي يوم من الايام لو انت you decided to open your own business يبقى عندك المايند سيت ده اوريدي بيها ككابابيلتي. ده كده بارت 3. انا بيرسونالي زي ما قلت لكم بدات بسي اي ام، بعد كده كنت انرولد في ماستر اوف ساينس ان ماركتنج في يونيفرستي اوف ليستر. انا ما كنتش جاهز ساعتها لده وانسحبت بعدها ب6 شهور. وليستر من الجامعات طبعا كويسه جدا، بس انا I wasn't ready ساعتها. وكابل اوف years later دخلت في اي اي بزنس سكول، طبعا من التوب رانكس زي ما انتم عارفين. وكانت الليرنينج اكسبيرينس اهم من الرانكينج والاكريديتيشنز، بس لان كان في حاجات سربرايزنج بالنسبه لي. يعني فور اكزامبل ان احنا كان في 3 تيرمز، كل تيرم معايا ستدي جروب 5 أو 6 بنتغير، وبعد اند اوف ايتش تيرم زمايلك بيعملوا لك ايفالويشنز وانتوا بتعملوا ايفالويشنز، وده بيبقى ليكم انتوا مش موجوده في السيستم. فدايما بتبقى انت لو عندك سيلف كونفيدنس وشايف نفسك انك جامد وكده، بتفتكر انت ايه هتبقى اسطوري وجامد ومالكش حل، وتتفاجئ ان هو لا، انت ولا انت جامد ولا اي حاجه. فدي من الحاجات المهمه جدا انك فعلا بقى تعرف where are you standing، ايه الحاجات اللي بقى عندك فيها development points، والحاجات that you can grow بشكل احسن. يبقى احنا اتكلمنا لحد دلوقتي السلكشن كرايتيريا بتاعت الام بي اي بروجرامز، هل في حلول ثانيه؟ واتكلمنا على السي ام، البيرسونال اكسبيرينس بتاعتي في الام بي اي بروجرامز، واخر حاجه نصيحتي ليك تاخد ام بي اي بروجرام ولا لا. بص، في حاجه زي كده هو في 4 كرايتيريا عايزين نتكلم فيها، او 4 اوبشنز انك تاخد بالك منهم قبل ما تاخد القرار. ديبند على الاندستري، وعلى الكونتري، وعلى البادجت،
وعلى الاكسبكتيشنز. واللي هقوله ده راي شخصي، ممكن اكون كومبليتلي غلطان فيه. الاندستري اللي انا شايفه الفارما غير الفاينانس والكونسلتنج غير بقيه الحاجات زي الاف ام سي جيز. الفاينانس والكونسلتنج الام بي اي بروجرام بالنسبه لهم مهمه، ومهم ان انت اول ما تتخرج تاخدها immediately لو انت عايز تشتغل في كونسلتنج زي ماكنزي، بي سي جي، بين اند كومباني. الحاجات دي بتركز في الام بي اي بروجرام وتبقى توب رانكت من توب تير زي انسياد، هارفارد، لندن بزنس سكول. دي من الحاجات السلكشن كرايتيريا بتاعت البيزنس سكولز. طيب الفارما الاف ام سي جيز انا مش موست اكسبيرينس فيها، فانا هجمب على الفارما بارت. الفارما الام بي اي بروجرام هي اديشنال بارت، عاده بتفيد اكتر البيزنس اونرز اللي هم اترقوا اوريدي ماركتنج، وبعدها بسنه دخلت في ام بي اي بروجرام عشان يبقى عندك كومبريهنسيف اوفر فيو لحاجات تانية زي الليدرشيب والديفلوبمنت وان سو اون سو فورث. طب هل ينفع اخدها بدري؟ ينفع طبعا، بس نصيحتي لو هتاخدها بدري اتاكد ان انت بتابلاي الحاجات دي. حاول تجو اساينمنتس زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فاتت، تابلاي على كيس ستاديز. في ناس كتيره جدا محتاجه هلب حتى لو هتطبقها دي مش في الفارما اندستري، بس يو نيد تو براكتس ده. في ويب سايتس كتيره قوي، انا مش عايزه براند اي حاجه منهم، تقدر تعمل بروبونو، تقدر تعمل فور فري كونسلتيشنز وتساعد ناس ان تعمل لهم بزنس بلانز وتبقى بارتنر معاهم، وتقدروا دلوقتي ما عندش تكنولوجي تعملوا ايدياز كتيره جدا انتربرينوريال ذات يو كان ديفلوب ات اند تيك ات فورورد. طيب ده الاندستري بارت. نيجي على الكونتري. الميدل ايست غير الباقي، زي يوروب ويو اس والحاجات، ويوروب ويو اس فيها different options. انا مش most experience although يعني انا اعرف بعض الكوليجز والاكسبيرينسز اللي موجوده هناك، بس انا هتكلم عن الميدل ايست، ميدل ايست افريكا بارت، الجزء بتاعنا احنا. ومش بتكلم هنا ان انت اخدت ام بي اي بروجرام في يو اس او في يوروب فانت هتروح هناك. ليه؟ لان في كرايتيريا ثانيه ممكن نتكلم عنها في فيديو تاني، زي الفيزا، زي الليبر لو، الاليجيبيليتي انك في الكونتري تقدر تورك. الحاجات دي مهمه جدا في يوروبيان ويو اس في السلكشن كرايتيريا. فعشان كده نرجع تاني بنتكلم عن الناس اللي جوه الميدل ايست اللي هتشتغل في الميدل ايست والافريكا الجزء دوت. فدي مهمه جدا في الميدل ايست والافريكا. زي ما قلت لكم في السلكشن بتاع الام بي اي بروجرامز الديبند ساعتها انهي اندستري انت عايز تشتغل فيها. والميدل ايست انت دبي غير يعني اميريتس غير يو اس غير السعوديه فور اكزامبل، لان مثلا مصر والسعوديه بيحبوا اكتر اليو اس بروجرامز، يو اي بتحب اليو كي بروجرام. فالديبند على الكونتري جفرمنت نفسها بتحب ايه، ومفيش صح وغلط، انا بديكم اوفرول برسبكتيف. البرايفت سيكشنز البرايفت سيكتورز نفسها في الفارما ما بتلتزمش بالكلام ده، ما بتفرقش معاها يو اس ولا يو كي الباك جراوندز بتاعها، بس انا بشير معاكم الاوفرول الكونتري اكسبيرينس. طيب يبقى اتكلمنا عن الاندستري والكونتري، ودول مش اهم حاجه. اهم حاجه هو البادجت والاكسبكتيشنز. الام بي اي بروجرام لو بنتكلم باليورو هنا اهوت او بالدولار، في 3 كرايتيرياز، وفي عندنا الفيرست تير والسكند والثيرد تير. ففي عندنا لو بادجت اقل من $20,000، وفي من 20 ل $50,000 ودي كبيره مش قليله، وفي اي حاجه فوق ال 50 او $70,000 لحد ال $200,000. فطبعا بيزد على دوت بيتعمل التيرنج، الفيرست تير والسكند تير والثيرد تير. اكيد طبعا من غير تفكير، لو معاك بادجت اسطوريه ومعاك لاكجري جو اهاد للتوب تير هتدي لك ويننج تول انك تساعدك تاخد اوبورتيونيتيز احسن. بس لا، اخر بوينت الاكسبكتيشنز. الام بي اي بروجرام اكسبت هارفارد وبعض الحاجات في التوب 3 بزنس سكول زي هارفارد، ستانفورد، لندن بزنس سكول، انسياد، اكسبت الثلاثه اربعه دول، ييل، اغلب اليونيفرسيتيز الام بي اي هتساعدك از تول، هي مش هتجيت يو ا جوب. عشان بس ايه، لو فاكر ان اول حاجه ان انا هضرب ام بي اي وهوبا هتنط بيا وهاخد opportunities immediately، الكلام ده مش رياليستيك. الام بي اي بروجرام بيساعدك از تول انك تقدر الهايرنج مانجرز تجيت يو better visibility، يشوفك بشكل احسن. لو انت جوه شركتك هتاد little value ليك انت، لو اوريدي انت مختلف وجامد وبتديليفر جود امباكت وعندك اساينمنتس وعامل حاجات كويسه. لكن ام بي اي بروجرام مش دي اللي هيخليك هتاخد الجوب. هو انا قلتها لكم بس بمنتهى النصيحه والامانه عشان ما حدش يدفع الفلوس مهوله ويدفع له 2 مليون جنيه في بروجرام فيرست تير ويفتكر ان هو خلاص هيكسر الدنيا والناس هتجري وراه. صدقوني الكلام ما بيمشيش كده، هي بتبقى مجرد طول، وطبعا الرزق بيد ربنا سبحانه وتعالى.
بس احنا كلنا بنسعى وبنحاول no prepare as much as we can and to get ready for the next steps. لو الفيديو عجبك بليز سبسكرايب ولايك الفيديو وشيره. كان معاكم محمد مجدي في ماركتنج بالشعبي. اتكلمنا النهارده على الام بي اي سelection كرايتيريا، على الرانكينج، على الفايف رانكينج بوديز من فاينانشال تايمز، كيو اس وورلد يونيفرسيتي رانكينج، فوبس، ايكونومست، وبلومبرج بزنس ويك. واتكلمنا على اكريديشنز، الثلاثه اكريديشن بودي، الاي ام بي اي والاي اي سي اس بي والايكوس، ودي هتلاقيها في اللينكس عشان ما تلخبطش نفسك. واتكلمنا في اوبشنز ثانيه زي سي اي ام، خبرتي الشخصيه في الام بي اي بروجرام، انك حاول تبص على الكريكولم بتاعها وتشوف الليرنينج سيستم والانكلوجن، الناس اللي موجوده فيها والناس اللي خلصوا البروجرام ده كانت اكسبيرينس شكلها ازاي. ونصيحتي ساعتها مانج يور اكسبكتيشنز اند بادجت. ساعتها لو معاك بيج بادجت، معاك ويننج هورس فيراري بتجو اهيد بيها. لو معاك ليميتد بادجت، مانج يور اكسبكتيشنز، ان دي هتساعدك انك تاخد جود ستيبس، مش هي دي اللي هتجيت يو ذا جوب. و I wish you all the best. we wait for the next video في ماركتنج بالشعبي. مع السلامه.